كان الحديد التركي. ايوه فرض رسوم اغراق 6.8 على المستورد من الحديد. بالظبط. المصانع هنا عملت يعني ضغط على الحكومه لحد ما وصلت لهذه الجزئيه. حضرتك كان ليك تصريح وانتقدت بحده فرض رسم الاغراق، وقلت ده ايام احمد نظيف واحمد عز ما عملش الكلام ده. هو للاسف الشديد طبعا ده قرار صدمني انا شخصيا، وصدم زي ما صدم معظم المصريين، لان احنا كنا معتقدين ان حكومه الدكتور هشام قنديل جايه تحمي الشعب، ولكن للاسف ما صدر من وزير الصناعه والتجاره بهذا القرار يحمي المحتكرين والمنتجين. بعض الشركات اتقدمت بشكوى فرض رسم حمايه على الحديد في عهد مبارك وفي عز سطوة عز في الحكم 3 مرات. آخر مرة كانت في عهد الوزير السابق في الحكم العسكري. 3 مرات اترفضوا تماما بعد ما تأكدت الوزارة من التحقيقات وتحقيقات جهاز حماية الإغراق إن ما لهمش حق في طلب فرض رسم الحماية. فوجئنا بهذا القرار في ظل هذه الظروف، في انشغال الشعب انه فرض 300 جنيه على الحديد المستورد بصفه عامه. تاني يوم الشركات زودت 150 جنيه وبداوا يطلقوا الاشاعات ان هيزيد تاني اول الشهر. نرجع بقى لمسلسل لا، هو بدا فعلا وزاد حوالي 150 جنيه تاني من اسبوع، وامبارح زاد 100 جنيه. ورجعنا الناس بدأت تخزن، وبدل ما يحط الفلوس في البنك يحط بقى حديد، بقى هيشوفوا بيزيد 10% يعني يخزن الحديد. طب أيوة. الشركات كانت ليها اعتراض، وحضرتك كان احنا اعتقد كان في مداخله وتقرير هنعرضه دلوقتي لحضراتكم. ايوه نقلا عن قناه النهار، وحضرتك عملت تمام. طيب احنا معانا على فكره احمد الزيني. نعم، راجل محترم. هو الاستاذ احمد زيني رئيس غرفه صناعه مواد البناء. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ خالد. الله يخليك. الحقيقه انا بتصل بيك، انا طلبت من زمايلي يتصلوا بيك علشان احمد بيقول حاجه فيما يتعلق بتكلفه الحديد في المبنى في البيت ال 120 متر والكلام ده، ويعني عمال يدافع عن الحديد. فعايز اعرف منك اذا كانت الارقام دي دقيقه ولا لا. فكره انه الحديد يعني ما بيتكلف اقل حاجه يعني في مواد البناء، وانه كل الحكايه في شقه 120 متر 100 متر 100 متر 3 طن تاخد 3 طن. الكلام ده حقيقي؟ هو اللي انا عايز اقوله لحضرتك، احنا مش حكايه 300 جنيه او 400 جنيه. احنا ما كناش في حاجه في الوقت الحالي لفرض رسم حمايه. الشركات تقدمت في عهد المهندس رشيد ب3 طلبات فرض رسم حمايه في عهد وجود احمد عز، وال3 طلبات تم التحقيق فيهم واترفضوا بالكامل لعدم احقيه الشركات في طلب رسم الحمايه. احنا مع رسم الحمايه في حاله واحده، اما تكون الشركات بتخسر حضرتك تعلن لي، او الشركات تعلن ان مجموعه عز خسرت السنه دي قد ايه عشان نفرض رسم حمايه عشان نوافق عليه. مع مجموعه عز اللي بتستحوذ على 60% ومجموعه بشاي والسويس الصلب، استاذ احمد يا ريت يقول لي لو في حد في الشركات دي حقق خسائر. طبعا يمكن المتضرر الوحيد هو بيقول مليار. احمد ابو حسين بيقول مليار جنيه. قول لي ميزانيات. انا اقول لي ميزانيه عز السنه دي المعلنه. عز ما تقدمش في الشكوى. عز ما تقدمش في بيقول لي عز طب رد عليه. استاذ احمد ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضل يا فندم. ازي حضرتك؟ لا، هو الشكوى يا استاذ احمد ما كانش فيها عز الدخيله، لان عز الدخيله زي ما حضرتك عارف عندهم انتجريشن، يعني عندهم DRI، وما عندهمش تكاليفهم غير تكاليفنا خالص. احنا صناعه. خليك معايا دقيقه بس يا استاذ احمد. احنا المصانع الجديده اللي المهندس رشيد مشكورا ادالنا الرخص واتدفع فيها مئات الملايين رخص، هي دي اللي لسه واخده قروض من البنك، هي دي اللي بتعاني يا استاذ احمد. احنا عايزين نقوي الصناعه. مش هينفع ان شركه عز الدخيله هي الوحيده اللي تفضل في السوق، وهي الوحيده اللي تفضل تنافس الحديد التركي. ده مش منطق ولا عدل. طب نسمعه بقى. نسمعه. انا حضرتك اتكلمت معاك يا استاذ احمد، قلت لك المتضرر الوحيد هي مصانع الدرفره الصغيره. انا مش عشان افيد 20%،
افيد 80% اللي حضرتك بتقول عليهم ان تكلفتهم قليله. انا اشوف لمصانع الدرفله احد الحلول ان هي ما تخسرش وتحقق مكاسب، انما مش عشان احمي المصانع الصغيره ان انا افيد مجموعه عز بمليارات ثانيه والشركات الكبرى اللي ما بتحققش خسائر. ده مش منطق. يعني انت ده كان جزء من مداخلة الأستاذ أحمد الزيني مع الأستاذ أحمد أبو هشيمة على قناة النهار، وكنا كانوا بيتحدثوا على رسم الإغراق، والأستاذ أحمد أبو هشيمة قال إن إحنا ميزانياتنا ميزانيات خسرانة. فالأستاذ أحمد الزيني قال له أرد لي الميزانيات، وقال له أيضا إن مصانع الدرفلة الصغيرة فيها مشكلة. إحنا معنا على الهاتف الأستاذ محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية. أهلا بسيادتك معنا يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا. حضرتك كنت صرحت واحنا كنا دلوقتي عارضين مداخله مع الاستاذ احمد الزيني وهو ضيفنا الان في البرنامج مع الاستاذ احمد ابو هشيمه بخصوص رسم الاغراق على الحديد الصيني، وحضرتك ايضا صرحت ان هناك تكاسل من الحكومه في مواجهه شبح استيراد الحديد الصيني اللي هو كمان يعتبر اخطر من التركي لو دخل يعني. فحضرتك تعليقك ايه على هذه الجزئيه؟ هو طبعا احنا اساسا الموضوع بتاع الاغراق ده احنا بنسعى وراء اتخاذ القرار ده من سنة 2009 من ساعة ما بدأت الواردات الكثيفة. إلا إن احنا من ساعتها واحنا بنتنبأ أو بنتوقع إن هتحصل كارثة في صناعة الصلب في مصر إذا ما اتخذناش إجراءات لدعم الصناعة دي. الوضع فضل يتدهور لغاية ما وصلنا النهارده إن ابتدت المصانع تحقق من بداية 2012 المصانع كلها بدأت تحقق خسائر بشكل متتالي. ابتدت بالمصانع الصغيره خالص فالاكبر لغايه النهارده كل مصانع الصلب في مصر بتحقق خسائر بما فيها انتاج حديد التسليح من مصانع العز. مصانع العز اللي مخليها واقفه لغايه هذه اللحظه وما زالت بتكسب اللي هو مصنع الدخيله بتاع اسكندريه، انه بينتج مع حديد التسليح المسطحات اللي هي الكور بس اللي هي مصانع عز ما بتخسرش، وحضرتك لو طبعا ميزانيتها موجوده يا استاذ محمد. بدات تخسر في انتاج حديد التسليح. طب معاك الاستاذ احمد الزيني بس له تعليق على هذه الجزئيه. بيخسر والصاج بيكسب والنتيجه النهائيه انها مكسبها هامشي جدا. يا استاذ محمد اتفضل. مساء الخير على حضرتك. مساء النور. اهلا بيك. حضرتك طبعا احنا بنقول ان في بعض المصانع بتحقق خسائر سنه 2012. قلنا بعض المصانع بعض بس او كلها. ده المفروض يعلن للشعب. المفروض في ميزانيات بتعلن. النهارده ايه سبب الخساره؟ هل الحديد التركي ولا في اسباب اخرى ممكن تؤدي الى خسائر نعالجها؟ وبعدين احنا النهارده مصانع الحديد اللي كسبت مليارات كل سنويا على مدار ال10 سنين مش قادره تستحمل مصر سنه. كلنا خسرنا يا استاذ محمد. شركات الحديد لو سمحت اكمل كلامي. شركات الحديد النهارده في 2012 بعضها قلنا مصانع الدرفله بتخسر لان تكلفتها اعلى. انا مع حضرتك. انما المجموعه حضرتك مش الدرفله بس يعني بقول لك انما المجموعه الاكبر والاقل تكلفه مش بيخسر، قلت ارباحه. كلهم بيخسروا يا فندم. كلنا بنخسر. النهارده اللي فيه شهيد في بيته. النهارده تجار الحديد اللي عندك اتسرق حديدهم بعربياتهم. احنا مش قادرين نستحمل مصر سنه عشان الكلام الكبير ده اصلا ما ينفعش مع الناس. طب حضرتك كمل. ايه اللي ينفع؟ الكبير قوي ده في عهد احمد عز في عهد مبارك ما حصلش اللي بيحصل النهارده. طب حضرتك نسمع بعض بس نسمع بعض. اتفضل حضرتك كمل فكرتك. بيوت الالاف ينفع يخسر؟ اعلن لي ميزانيه للشعب. قول لي مجموعه عز خسرانه كذا النهارده. ينفع يخسر؟ مش حضرتك مدير غرفه الصناعات المعدنيه؟ قول لي دلوقتي خسر كم مليون مجموعه عز؟ بيوت الالاف ينفع يخسر ولا التاجر هو اللي ممكن يخسر ويوقف شويه؟ طيب حضرتك كمل فكرتك. التاجر ممكن يخسر ويوقف شويه لان مش هيخسر حاجه كتيره. ده كل اللي عنده 10 15 عام. يا استاذ محمد انما المصنع يستحيل تسمح له. يا استاذ محمد احنا مش عايزين لا المصنع يخسر ولا التاجر يخسر. لا معلش كلنا انا نشيل النهارده وندور على حلول.
يا اللي استاذ فاتح بيك محمد لازم انت يستمر. تعلم ان شركات الحديد وعلى راسها مجموعه عز للحديد استوردت الحديد التركي، غرقت بيه السوق، وفي عهد رشيد وفي عهد مبارك اتقدمت بطلب لفرض رسم حمايه، وانا شلت حديد من هذه الشركات، وحضرتك تعلم ذلك جيدا. انت النهارده هل جاي ده تحاسبني أسلوب؟ على 2009؟ يعني المفروض يعني أحط انا نفسك غرق بتاعتي من في نفس الحصالة البحر واقول عشان للناس ينفع الحقوني؟ النهاردة؟ طب هو يعني بس حضرتك كنت عاوزهم يحطوا مكسبهم في الحصاله عشان النهارده يدفعوا للعمال لما يقفلوا المصانع؟ يا في المليارات اللي ولا بتتحقق هو كل عشان سنه كسب زمان حصلت نقفل مين؟ النهارده؟ ده هم اللي خدوا خير مصر ومش عايزين طيب يستحملوها. النهارده ثانية. النهارده الموقف اتفضل. ايه؟ انت عاوز النهارده عشان كسب من سنه من 4-5 سنين النهارده يقفل؟ يا استاذ محمد هو أنا ده ما الحل بقولش في رأي حد يقفل. سيادتك؟ لا يا استاذ محمد انا ما قلتش كده. طب استاذ محمد، هي أمال المشكله إيه رأيك في إن هو مصانع المفروض الدرفله يستعمل الصغيره يعني ولا إيه؟ في المصانع يعني الكبرى؟ 30,000 عامل مين حضرتك يدفع لهم علمتنا مرتباتهم لما هو يخسر؟ بالميزانيات، احنا اول الناس اللي هنطالب بفرض رسم معلش حماية. روح بقى للوزاره. إحنا روح للوزارة، يهمنا أنتوا ما مصانعنا بتفهموش ليه؟ إنها تشتغل. الميزانيات اللي اتقدمت لكم خسرانه دي جت منين؟ انا عايز اقول لك استاذ احمد أنا ابو مش مطلوب ان هشيمه انا اقدمها قال لي لك ولا مجموعه أقدمها عز ما للناس. قدمتش أنا اصلا. بقدمها لصانع القرار. اذا كان يا فندم ميزانيات مجموعه عز اللي معتمدة. بتستحوذ على سلام. 60% ما قدمتش. هو الاستاذ احمد الزيني كان بيقول ان الاستاذ احمد ابو هشيمه قال ان مجموعه عز مش خسرانه، وهي اصلا ما قدمتش ايوه هذا مجموعه الطلب. عز مش خسرانه عشان بتنتج منتج تاني مع حديد التسليح، ده اللي مكسبها. انما خسران في حديد التسليح زي كل الشركات. يعني ميزانيه مجموعه عز خسرانه في حديد التسليح؟ خسرانه في حديد التسليح وكسبانه في الصاج، والنتيجه النهائيه ان مكسبها اللي استثماراتها 25 مليار مكسبها 100 مليون. ما جابتش واحد في الألف. يعني حضرتك مع كده بتأيد فرض الرسوم الاحتكاريه؟ انا مش بأيد فرض او رسوم الاغراق ولا يعني ايه؟ انت حضرتك تفهم في موضوع الاحتكار اكتر من جهاز حمايه المنافسه والاحتكار. طب هو في سؤال بس. الراجل الناس كلمت 3 مرات على ان في احتكار في مصر. طب احنا بس والناس حضرتك درسوا الموضوع واتباعوا وجابوا خبراء اجانب ودرسوه، وطلع النتيجه النهائيه لا يوجد ممارسه احتكاريه في مصر. طيب ومع ذلك لسه اللبانه دي شغاله. طيب حضرتك يعني بس الناس اللي بتسأل في الشارع، وده اسمح لي اقول لك كده، قال لك طب ما عرض هذا الموضوع ايام المهندس رشيد وايام مبارك وايام سطوة احمد عز ولم يوافق عليه. لان وقتها كانت الشركات لسه ما بتحققش خسائر، انما كان ارباحها نزلت لكاد تكون صفر، واصبح يا دوبك هو شغال. وكان ساعتها السوق فيه شغل، وبالتالي كان حجم شغله بيعوضه شويه. النهارده بقى الاثنين لا بيبيع ولا بيكسب، وبعد كده ابتدى يحقق خساره. طيب ما كانش فيه مظاهرات رفعت اجر العمال 60% عن الطبيعي. وقتها ما كانش الكهرباء والغاز زادوا. وقتها كان بيبيع في السنه 6 مليون طن. انما النهارده لما كل ده اتغير بقى في خساره، وخساره حقيقيه، واتسلمت المستندات الداله على كده لمتخذ القرار، وقعد يدرس فيها لما تاكد تماما من الحدث. وعشان كده ما حدش ليه معلق على كلمه ان زياده ان الرفع 6.8. طب ليه ما كانش 10؟ عشان هو حدد على قد الخساره المحققه. طب احنا نشكر حضرتك استاذ احمد. يعني ليك تعليق على ما قاله؟ هو طبعا اللي انا عايز اقوله له بس احنا مش ضد ان الشركات تحقق ارباح. احنا اول الناس حريصين على ان الشركات تستمر بما فيها مجموعه عز، لان ده احنا ما بنتعاملش مع اشخاص، عايزين الشركات دي تكبر بس مش على حساب المواطن المصري. كان ليك تصريح برضو ان في ركود في مواد البناء، هو فعلا في ركود في مواد البناء؟ بس مش ده انا هشرحه لحضرتك. الاخ محمد اللي بيقول النهارده ما فيش شغل ولا في احنا 2009 مستوردين فوق الطاقه الانتاجيه بالكامل حوالي 2 مليون و400 طن من تركيا، بالاضافه الى انتاجنا بالكامل. السنه دي احنا مستهلكين حوالي 50 مليون طن اسمنت، ما يعادل اللي احنا استهلكناه في 2009. مستهلكين حوالي اكتر من 6 مليون طن حديد. هم كل الموضوع ان هم ما حققوش نسبه مبيعات عاليه، ما حققوش نسبه ارباح عاليه، ودي مش المشكله. ان احنا نشوف سبب الخساره ايه. الحديد في تركيا، الدوله بتستورد الطاقه، تكلفه الطن في الطاقه في تركيا حوالي $80، هنا $25. هناك سعره لا يزيد النهارده عن $600، وهنا في مصر حوالي $720 النهارده. المواطن المصري دائما بياخد الحديد
في حوالي $100 زياده عن الدول المجاوره لينا. طب انا مش ضد فرض رسم الحمايه، بس الشركات ما تستغلوش وتزود السعر تاني يوم وبعدها باسبوعين تطلع اشاعات ان السعر هيزيد، والسعر يزيد النهارده